أفضل 10 أفلام مصرية جديدة في 2025 لازم تشوفهم. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنستعرض معاكم أفضل 10 أفلام مصرية جديدة نزلت في 2025، سواء بقى في موسم رأس السنة أو في عيد الفطر، وهنذكر القصة وأبطال كل فيلم باختصار وبدون حشو. اما بقى بالنسبه لترتيب القايمه فهو ترتيب عشوائي، بس بقى ما تنساش لو الفيديو عجبك انك تعمل لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل الترشيحات المميزه، وما تنساش برضو تصلي على النبي. ويلا بينا نبدا قائمتنا. اول فيلم معانا في القايمه هو فيلم سيكو سيكو. طب وانت ليه تمد ايدك دلوقتي؟ انت اللي بتمد صوتك يا ما انت صدقتني بتقول على كلام عمكم سايب لكم ورث. الفيلم ده قصته بتدور حوالين 2 شباب، واحد فيهم شغال في شركه شحن والتاني مدمن ألعاب فيديو. حياتهم بتتقلب فجأة لما بيلاقوا نفسهم ورثوا حاجة غريبة من عمهم، وبدل ما بيكون الموضوع ده نعمة بيلاقوا نفسهم متورطين في سلسلة من المشاكل والمواقف الكوميدية اللي هنشوفها في الفيلم. الفيلم بيقدم جرعة كبيرة من الضحك والمغامرات، وهما بيحاولوا يخرجوا من الورطة دي بأقل الخسائر، وبيعتبر واحد من أفضل الأفلام المصرية الجديدة اللي صدرت في عيد الفطر. الفيلم ده من بطولة عصام عمر وطه الدسوقي، واللي قدروا يخطفوا الأنظار بأدائهم الكوميدي الطبيعي، وكمان بيشارك فيه نخبة من النجوم زي خالد الصاوي وباسم سمرة وطارق عماد وديان هشام وعلي صبحي. الفيلم من تأليف محمد الدباح ومن إخراج عمر المهندس. ورقم 2 معنا في القايمة هو فيلم نجوم الساحل. ايه الصعب في ان الواحد يعمل حفله؟ حفلتنا اهم من الفلوس. وده فيلم رومانسي كوميدي شبابي بيحكي عن قصة حب بين حمزة وفريدة، واللي جايين من طبقتين مختلفتين اجتماعيا. حمزة بيقرر ان هو يسافر الساحل الشمالي مع صاحبه علشان يقابل فريدة ويعمل لها حفلة كبيرة هناك، ودي محاولة منه علشان يكسب بس قلبها. والرحلة دي بتخليه يواجه مواقف كوميدية كتير بسبب الفرق بين حياتهم وطريقة تفكيرهم. الفيلم من بطولة أحمد داش وميان السيد، واللي بيقدموا أداء بيعكس بيه طبيعة العلاقة ما بينهم، وكمان بيشاركهم في البطولة علي صبحي وأحمد عبد الحميد ومالك عماد، بالإضافة لمغني الراب فيليكس، ودي أول تجربة سينمائية ليه. الفيلم ده فيه ظهور خاص لنجوم زي دينا الشربيني وأحمد فهمي ومصطفى خاطر. الفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. الفيلم الثالث معانا في القايمة هو فيلم 6 أيام. امال ازاي احنا عرفنا بعض لما تقابلنا صدفة من 7 سنين؟ وده فيلم درامي رومانسي مختلف شوية عن باقي الأفلام اللي كانوا فوق في القايمة، بس قصته بتحكي عن يوسف وعليا واللي كانوا مرتبطين في المرحلة الثانوية، ولكن الظروف فرقتهم لسنين طويلة، وبعد ما كل واحد فيهم مشي في طريق مختلف الصدفة بتجمعهم تاني وبيبدأوا يعيدوا اكتشاف مشاعرهم اللي مر عليها الزمن. فهل حبهم هيفضل زي ما كان ولا هيتغير مع الزمن؟ الفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، واللي قدموا أداء بيعكس بيه التطورات اللي مرت بيها شخصياتهم عبر السنين. وطريقة سرد الفيلم بتركز على مقابلاتهم السنوية على مدار 7 سنين، وده بيخلينا نشوف إزاي حياتهم بتتغير وعلاقتهم بتاخد أشكال مختلفة. والفيلم بعيد عن القصص الرومانسية التقليدية اللي بنشوفها في السينما السنين الأخيرة. الفيلم بقى من تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان. ورقم 4 في القايمة هو فيلم الهوى سلطان. يا جماعه عاوزين نخرج خروجه نظيفه مره من نفسنا. انتوا فاهمين الخروجه النظيفه دي هتكلفنا انا قد مش ايه؟ هحط اسم حد اصلا، انتوا بصراحه بقى عرق. الفيلم ده بيجمع ما بين الرومانسية والكوميدية والدراما، في قصة حب بدأت من الطفولة بين علي وسارة وكبرت معاهم مع مرور السنين. القصة بتستعرض تطور علاقتهم والتحديات اللي بتقابلهم. الفيلم قدر ان هو يقدم قصة رومانسية قريبة جدا من القلب بأسلوب بسيط وواقعي خلاه مميز وسط الأفلام التانية. الفيلم من بطولة أحمد داوود ومنى شلبي، واللي كان ما بينهم كيمياء واضحة واللي ضافت واقعية للعلاقة اللي بيجسدوها، وكمان بيشارك معاهم في البطولة سوسن بدر وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي وعماد رشاد. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري. وخامس فيلم معانا في القايمة هو فيلم الحريفة 2 الريمونتادا. ركزوا معايا يا حريفه عشان اللي جاي لعب وانبساط ودلع. وده الجزء الثاني من الفيلم الناجح الحريفة، وفي الجزء ده بنشوف بقى رحلة ماجد واصحابه واللي حبهم لكرة القدم بيقودهم لمغامرات جديدة وتحديات أكبر سواء في الملعب أو في حياتهم الشخصية. الفيلم بيجمع ما بين الكوميديا والدراما الرياضية، وبيوصل رسالة عن أهمية العمل الجماعي والإصرار على الفوز، خاصة إن الجزء الثاني بيركز على رحلة صعود الشخصيات واللي بنشوفهم في ظروف أصعب من الجزء الأول. الفيلم من بطولة نور النبوي وأحمد غزي ونور إيهاب وخالد الذهبي وكزبرة وعبد الرحمن محمد، وظهر في الجزء ده نجوم مميزين زي آسر ياسين وأحمد فهمي. الفيلم من تأليف إياد صالح ومن إخراج كريم سعد. الفيلم السادس معانا هو فيلم الصفا ثانوية بنات، وده فيلم كوميدي بتدور أحداثه جوه مدرسة بنات،
واللي فيها المدرب هشام أبو طويلة، وبيلاقي نفسه في موقف معقد جدا. فعلى الرغم من انه بيكره التعامل مع الستات ودايما شايفهم ضعفة، الا ان الظروف بتجبره ان هو يشتغل معاهم في المدرسة، وكمان بيكون مدرب كرة السلة علشان يحاول يكسب بيها البطولة المهمة جدا للمدرسة دي، لان هي الامل الوحيد ان هي تنقذهم من ازمة مالية كبيرة. ومن هنا بقى بنشوف مواقف كوميدية لما هشام بيحاول يتأقلم مع البنات ويقودهم للفوز رغم كل المشاكل اللي بتواجهه بسبب طريقته المختلفة عنهم تماما. الفيلم من بطولة علي ربيع، وبيشاركوا أس ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر. الفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، ومن إخراج رؤوف السيد. أما بقى سابع فيلم معانا في القايمة هو فيلم الهنا اللي أنا فيه. انت بتحبيني صح؟ ايوه طبعا، ودي فيها سؤال. انا عايزاكي تتجوزي جوزي. جوزك اللي هو مين؟ احمد؟ وده شخص مشهور على السوشيال ميديا بيقدم نصايح عن العلاقات الزوجية والسعادة، ولكن في الحقيقة حياته الزوجية فيها مشاكل كتير. والمفاجأة هنا بتحصل لما مراته بتعرف إن هي مريضة، فبتطلب من صاحبتها تتجوزه. ومن هنا بقى بتبدأ فوضى كوميدية بسبب الغيرة والصدام ما بينهم بعد ما الجواز بيتم فعلا. الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح ومريم الجندي، ومن تأليف أيمن بهجة قمر وإخراج خالد مرعي. ورقم 8 معانا في القايمة هو فيلم لأول مرة. كان زماني مكمل بقيت عمري معاكي وانا مغفل. انا شم ريحه خيانه. مرة، وده فيلم درامي مليان إثارة وتشويق، واللي قصته بتدور حوالين خالد وغادة، ودول زوجين عايشين حياة سعيدة لحد ما خالد بيكتشف سر خطير عن مراته، والليلة اللي بيواجهها فيها بالحقيقة بتتحول لجحيم مليان شك وعنف واتهامات بالخيانة، وبتكشف عن توترات كانت مخفية في علاقتهم. الفيلم بيلعب على عنصر الإثارة من خلال أحداثه اللي بتحصل تقريبا في ليلة واحدة وفي مكان واحد، وده بيخلي التوتر في أعلى مستوياته. القصة مستوحاة من أحداث حقيقية، وده بيضيف ليها طابع واقعي بيخلي المشاهدين مستنيين الأحداث بشغف. الفيلم من بطولة طارق عماد وعمر الشناوي ونبيل عيسى ورانيا منصور، ومن تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام. ورقم 9 معانا في القايمة هو فيلم سنو وايت. ما تصبري لحد ما يجيلك عريس ابن حلال. سنو وايت، وده فيلم دراما اجتماعية في قالب كوميدي، وبنشوف فيه قصة إيمان، ودي بنت من قصار القامة عندها حلم بسيط جدا ولكنه صعب، وهي إنها تتجوز عن حب. وفي رحلتها للبحث عن شريك الحياة بتواجه مشاكل كتير بسبب نظرة المجتمع ليها، فبتلجأ إن هي تروح لمواقع التعارف، ولكنها بتضطر إن هي تخفي طولها الحقيقي علشان تلاقي فرصة. ومن هنا بتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والمحرجة، وبنشوف الصعوبات اللي بيواجهها قصار القامة في حياتهم العاطفية. الفيلم من بطولة مريم شريف ومحمد ممدوح ومحمد جمعة وخالد سرحان وكريم فهمي وصفوة. الفيلم من تأليف وإخراج تغريد أبو الحسن. وآخر فيلم معانا هو فيلم الدشاش. اهلا بيكي في عالم الدشاش. والفيلم ده بيشهد عودة قوية للنجم محمد سعد للسينما بعد غياب طويل، وبيرجع بفيلم أكشن مثير. قصة الفيلم بتدور حوالين راجل متورط في عالم مليان صراعات ومواجهات خطيرة، ولكنه بيتعرض لموقف بيقلب حياته، وبيضطر يعيد حساباته ويحاول يهرب من الماضي اللي كان مسيطر عليه. وبيشارك مع محمد سعد الفنانة زينة وباسم السمرة ونسرين أمين ونسرين طافش وخالد الصاوي. الفيلم من تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج سامح عبد العزيز. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تعملوا بقى لايك وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة، وما تنساش بقى تكتب لنا في الكومنتات إيه أكتر فيلم عجبك في الأفلام دي كلها. وسلام.